يعني انت عارف ان انت لما بتكون صاحي من النوم مثلا، بتصحى بتعلق على الكتل بتاعك بتشغله، وبعدين بتخش تاخد دش وتصلي ركعتين، وبعدين تطلع تعمل كوبايه شاي. ده كده بيبقى اسمه روتين. الروتين بتاعك دوت انت بتعمله من وانت مش حاسس. اول ما بتصحى من النوم بتلاقي نفسك بتعمل الحاجات دي اوتوماتيك من غير تفكير ومن غير اي مجهود، وما بتحسش ان انت تعبت ان انت عملتهم، بتلاقيهم خلصوا بسرعه كده. ليه؟ لان انت دماغك عملت العادات دي على هيئه خلايا عصبيه جوه دماغك ورميتها في منطقه اللاواعي. فانت دلوقتي عملت حاجه بالخلايا العصبيه بتاعتك دي، خليتها في منطقه اللاواعي بحيث ان مخك يوفر الطاقه ديت ان هو يفكر هو هيعمل ايه وهيرتب ايه الاول ومحتاج ان هو يظبط ايه. فده كده اترمى في منطقه اللاواعي بحيث ان هو يوفر من التفكير والطاقه اللي مخك بيستهلكها. طيب دلوقتي احنا لما بنيجي نتعلم عاده جديده بتبقى صعبه في الاول، وبعد كده بنلاقي الموضوع بقى سهل، وان هو اتحول لخلايا عصبيه في دماغنا، وان هو اترمى في منطقه اللاواعي. من العادات اللي زي كده زي مثلا السواقه انت لما بتيجي تتعلم السواقه في الاول بتحس ان هي صعبه، فبالتالي بعد ما بتتعلمها وبتكتسب المهاره دي دماغك اوتوماتيك تعود على النشاطات والاوامر اللي انت بتعملها. ان انت مثلا بتيجي بتركب العربيه وبتروح جاي رابط الحزام، بتظبط الكرسي بتاعك، بتشوف مراياتك قبل ما تركب عربيتك، بتشوف موتورك الميه بتاعتك تمام، الزيت بتاعك مظبوط تمام. كل الحاجات دي من كتر ما انت بتعملها كل يوم، مثلا لو انت بتعمل الحاجات دي مره في اليوم بتتحول لخلايا عصبيه جوه دماغك وبتترمي في منطقه اللاواعي. فانت لو انت مستصعب ان انت بتتعلم السواقه في الاول، لا ما تستصعبش حاجه زي كده. هو الموضوع بس بياخد شويه وقت. يعني مثلا كان واحد مسجون تمام، والمسجون دوت هو من كتر ما هو قاعد الفراغ بتاعه كان في لعبه كان بيلعبها قبل ما يتسجن، واللعبه دي كان بيقعد يدرب عليها كده، يتدرب ان هو ايه وهو في السجن بيتدرب كده مع نفسه على اساس ان هو بيلعب اللعبه دي حقيقي. طبعا دي قوه عملت خلايا عصبيه في دماغه، والخلايا العصبيه دي بقت قويه. وبعد ما خرج من السجن وراح ينافس مع ناس مبتدئه، اكتشفوا ان هو كمبتدئ مقارنه بالناس اللي معاه هو كان متقدم عنهم في اللعبه او المهاره دي، بسبب ان هو كان مدرب عقله على النشاط ده. فانت لو انت مستصعب ان انت بتتعلم السواقه وحاسس ان هي صعبه وحاجه تقيله كده عليك، ما تصعبش الموضوع. الموضوع ممكن ياخد معاك من شهر لشهرين مثلا بالكتير، ان هو هيبقى عاده يوميه معاك لو انت معاك عربيتك الخاصه. وبعد كده هتلاقي ان الدنيا بقت سهله. زي مثلا ما بتعرفش تقدر الابعاد بتاعه العربيه بتاعتك، ان انت مثلا بتبقى داخل عايز تاكل غرزه فانت بتبقى خايف تعمل حاجه زي دي. يعني انت من كتر ما انت هتلاقي نفسك بتركب عربيات في المواصلات، مثلا لما بنبقى راكبين مع سواق بيبقى بيجري، لو انت ماسك التليفون سيب من التليفون ده خالص وركز مع السواق ده، انت هتلاقي نفسك قاعد كده بتقدر لا ده هيجيب الغرزه دي، ده مش هيجيبها، ده هو محتاج يعمل ايه، طب الغرزه دي هتيجي بس لو هو زود السرعه شويه. انت دماغك لازم تقعد تشغلها في حاجات زي دي بحيث ان انت تحلل حاجات زي دي علشان خاطر تقدر توصل ان انت بقيت شاطر في حته تقدير مثلا ابعاد السياره والحاجات دي. عايز اقول لك بس ان الهدف من الفيديو ده ان انت ما تستصعبش اي حاجه انت بتتعلمها جديد او اي مهاره، لان الموضوع بس ان انت بتدرب عقلك عليه الاول، ومحتاج ان انت تمرن نفسك عليه اذا كان في الحقيقه او في اي فرصه تجيلك، بحيث ان انت تقوي الخلايا العصبيه دي جوه دماغك، والنشاط ده يبقى سهل عليك ومريح، ومن بعد كده ان انت تبقى مبسوط بسبب ان انت بتعمل العاده دي بكل سهوله وبكل اريحيه. شكرا لكم على المتابعه، اتمنى يكون الفيديو ده عجبكم. ما تنسوش لايك وشير للفيديو، وتابعوني على يوتيوب وفيسبوك وتيك توك، بننزل حاجات مهمه. مع السلامه.